عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا معايا هنا رجل تاريخ، يعني أنا وكان عنده متحف أيام الهندوية، ويعني رجل موثوق كلامه ما شاء الله تبارك الله. حبيبنا هنا خضر الانبعاوي، خضر الانبعاوي، ايوه من اهل الدرباك هذول. انا حبيبي الخضر، انا بتكلم معاك في الموضوع اللي يقول لك الاتحاد هبط، وهو معروف الاتحاد ما هبط، هم فريقين، الاتحاد والهلال ما هبط. تمام؟ وهذا تاريخ ويسطر. انا اتحدى اللي قالوا ان الاتحاد هبط يجيبوا مباراه لعب فيها الاتحاد. لا نبغى نشوف ايش المشكله. عام 85 قالوا المشكله صارت مع مين؟ مع العلمين. مع العلمين هذه 85. نعم. ايش اللي حصل؟ ادينا كده باختصار بس بموجز سريع. يعني هو تقابل الاتحاد والعلمين. طيب. وكانوا في الدوري. ايوه. كاس العهد كان. ايوه. بعدين المباراة دارت المباراة. ايه. بعد كده 10 دقائق ربع ساعة الحكم وقف المباراة. ايه. لخبط. ليه؟ لأنه العلمين لابس أصفر وأخضر. ايه. مخطط زي الاتحاد. طيب. قام الخضار صار سواد. مع العرق. مع العرق صار. نعم. قام الحكم لما وقف المباراة طلب من حقنا العلمين إنه يغيروا الشعار حقهم. الفلاين. ايه. وعن كلام المهندس عبد الله بكر كان لاعب المباراه، هو حكاني محمد الحكاني عبد الله بكر قال رسل واحد يروح يجيب فنايل وتاخر. انا برضه كلمت المهندس عبد الله. ايوه وتاخر يعني قعد يمكن حوالي ربع ساعه. لا انا كلمني المهندس قال قريب نص ساعه. نص ساعة. إيه. قال كانت المباراة في العصر، ما كانوا يلعبوا في الليل. طبعا ما كان في الليل. إيه. فقام لما جابوا الفناين، لبسوا الفناين البيض، الحكم مشى المباراة. طبعا خلاص ظلم الوقت وكل حاجة. ايوه دخل وقت المغرب. وما في كشافات في الملعب. وما في كشافات في الملعب. استغل العلمين الوقت ذاك جاب جول. النور موسى هذا جاب جول في الاتحاد. بالغلط. قام القمله احتج القمله احتج ومسك الكوره لانهم ما هم شايفين. الجمهور يقول لك يا دوب يشوف اللعيبه. ظلمت الدنيا. هذا اللي حصل. نعم. قام القمله مسك الكوره واصر انه ما يلعب المباراه. الحكم اللي هو عبد العزيز بن حسان لاعب وحداوي، كان حكم وحداوي. اي عبد العزيز بن حسان. وبين الوحده والاتحاد كان في تنافس قوي. ايوه بس فما. بعدين هي قامت سنه تلعب ما قلنا ما اصر انه ما يلعبوا. قبل قال ما نلعب مره ما نلعب. رفض يعطي الحكم. رفض انه يدي الكوره. خلاص لما خرجوا قرر انسحاب الاتحاد عشان يعاقب الاتحاد. راح لعبوه مع بطل الدرجه الثانيه. لا قبل ما يلعبوا ايش حصل؟ حذفوا جميع نتائجه وصار متدين الترتيب. اي صار متدين الترتيب. نعم. بعدين جاء قرار من الاتحاد السعودي المسؤولين عن الرياضه رئاسة الشباب انه يلعب رعايه الشباب انه يلعب مع بطل مباراه فاصل مباراتين ذهاب وإياب. مع الشرق ذهاب وإياب مع الشرق من الصاعد من درجه ثانيه. الصاعد من درجه ثانيه نادي الشرق. نادي الشرق هذا كان اسمه الشرق الوطني. ايه الشرق الوطني. ايه نادي الشرق. لعب المباراه الاولى في مكه. لعب المباراه الاولى في جده. في جده في مكه. المباراه الاولى في جده. ايوه. وفاز فيها الاتحاد 4. فاز فيها الاتحاد 4-2. 4-2 فاز الاتحاد. اللي كانت في جده. لا في جده. لا المباراه الاولى في جده. الكلام. المباراه الاولى في جده. المباراه الثانيه في مكه. المباراة الثانية هذه حقت 4-2. الاتحاد واجه صعوبة لأنه كان فريق حقت 2-1 واجه صعوبة حقت 2-1. واجه صعوبة هي اللي بعد كذا بعد شكل أنفس عادي. انتهينا. هذه عام جاب الاتحاد. هذه عام جاب الثاني. هذه عام 85. رجع الاتحاد في الدرجة الأولى. هذه عام 85. إيه نعم. طيب نيجي الآن لمباراة الاتحاد والأهلي. ايوه. هذا اللي حصل فيها الانسحاب. هذه صارت عام 1988. هذه كان فيها الحكم اللي هو بدري قال. الحكم كان بدري قال. نعم. وبعدين هذا من الناس اللي صوتهم هذا كله حطينا من سوء تحكيمه. من سوء تحكيمه. وظلمه للأندية. ظلم الأندية بس للأندية الثانية مش الأهلي. وقردوه على بلده. هذا بدري قال حكم تركي.
حكم تركي بدر القاهرة. لما طبعا لما ظلم الاتحاد لانه الغى اهداف 100 اهداف، وفي اهداف للاهلي زي ما تقول تسلل واحد تسلل حق صغير، وفي هدف ثالث حق النور موسى علق الهدف. من كده صارت ايش؟ اللخبطه. الكورة حاجة النور موسى اللي بالغلط ايه طلعها مين؟ كعدوب حقت اللي على الخط ما دخلت طلعها كعدوب اللي هو النجم. لاعب اهلاوي شاتها في الباب وما دخلت الكورة، ما دخل قام كعدور طلعها من الباب حسبوها جول. كانت على الخط شالها كعدور. في كورة كمان ثانية علي عسيري شال واحدة كورة برضه حسبت جول. اللي زعل الاتحاد انه الهدف اللي جابه النور موسى جاب الهدف الثالث اللغة كيف تحسبونها تبغير؟ هو لغى هدفين للاتحاد. ايوه كيف تحسبونها؟ قام سعيد غراب مسك الكورة، هي شغلة القلم، مسك الكورة سعيد غراب وقال للعيبة يلا طلعنا برا الله سرينا. الجمهور دخل الملعب، دخل الجمهور الملعب، والمهم غراب مسك الكورة وقال له صارت فيها مشاكل عند عمارة فيليبس. بعدين تقام الغراب وشال الكورة وقال للعيال يلا برا. قام طلعوا الاتوبيس لعيبة الاتحاد طلعوا الاتوبيس وقعدوا في الاتوبيس. الجمهور اتجمر على الاتوبيس، صاروا احنا من الناس اللي مشينا ورا الاتوبيس. يقول لك ما زفينا الاتوبيس، زفينا الاتوبيس، ما نبغى الدوري، ما في كورة غير الاتي، ما في كورة غير الاتي، ما نبغى الدوري، ما نبغى الدوري. العموم دحين بعد الكلام هذا هل كان في ذاك الوقت هبوط وصعود؟ ما كان في. ما كان في. كان موقف بقرار من قبلها بسنة. الا موضوع هبوط وصعود ما عمل الاتحاد ولا خصمت نقاطه ولا عمل ذهاب واياب مع فريق ولا شيء. نعم نهائي. هذه في مباراة الاهلي فقط، مباراة العالمين اللي كان فيها تحديد الهابط والصاعد. تمام، هذا الكلام الصح وهذا الكلام هو الا صح وهذا هنا. انما اللي يقول لك 89 لا 88 لانه 89 سعيد غراب كان في النصر في الرياض راح الرياض. غراب قدر انتقل من الاتحاد يا حلو. هي 8 بس اللي جاب الخبر هذا رماك كذا زي ايه؟ انا جايب حاجه وبعدين هو كان سمع ولا حاصل وما نطقها صح. لا شغله ابو سعيد ما كذا زي ايه؟ انا جايب حاجه وبعدين هو كان سمع ولا حاصل وما نطقها صح. لا شغله ابو سعيد حق كذا. انا اقول لك الهدف الاول، الهدف الثاني، الهدف الرابع، الخامس، وقام الكتالوج شال الكوره وخرجوا من الملعب، وكتالوج متى كان معتزل. المباراة ديك كتالوج كان مساعد مدرب، كان مدرب الاتحاد علي الشواش تونسي، المساعد حقه كان كتالوج. ايوه عادي الله يرحمه وسعيد غراب الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. نعم وإن شاء الله ربنا يحسن خاتمته. أنا كنت أبغى وهذا هو التاريخ وهذه هي لا أحد يزور في التاريخ. يعني اللي كان يتكلم يقول احنا ما أقبل أحد يزور في التاريخ، أنت زورت في الكلام وزورت في التاريخ وزورت في الحكايات كلها. نعم. الاتحاد عمره ما هبط. عمره ما هبط الاتحاد شامخ دائما. نعم. الاتحاد عالي. نعم. الاتحاد كبير. نعم. الاتحاد نادي الوطن. نعم. بس هذا هو. هم فريقين، الاتحاد والهلال اللي ما شموا ريحة الهبوط. هذا غيرنا. صح. يعني عندك الوحدة الأهلي منسحب قدام الوحدة عام 81 لا خصموا نقاط ولا سووا ولا شيء. الوحدة ترى انسحب كمان قدام الأولمبي، الأهلي انسحب قدام الأولمبي، انسحب قدام الاتحاد. الهلال انسحب قدام الشباب، الوحدة انسحبت قدام الهلال، ما كان في لا هبوط ولا صعود وانتهى الموضوع. ولا مباراة الشباب اللي انقلبوا 6 من الشباب وانا قاعد ومكمل ساعة. هذه معروف. السلام عليكم.